انت ما كنتيش عايزه تبيع الفيلم اصلا بالحته لا بتاعت ما كنتش عايزه ابيعه بالانتحار، انا ما كنتش عايزه الناس تعرف ان البنت هتموت. دي غريبه قوي دي، يعني هو انا لو مخرج هبيع بالحته دي يعني. بس هو الفيلم قايم على ان انت بتتفرج وانت مش واخد خوانه انها تموت. اوكي. فهو الشوك انا يعني هي صدمه. ايوه هي صدمه، لان فاكره ان الناس لما كانت بتبقى بتتفرج على فيلم اسمه سعيد وكده، وحتى على فكره وقت السلكشن بتاع كان يعني السيلز الراجل الفرنساوي اللي اشتغل معانا، اوكي، وهو بيتفرج على الفيلم هو بيقول الفيلم يعني قال انا اول نص ساعه شايف الفيلم حلو، بس انا لغايه دلوقتي كنتش عارف لسه هو ليه كان قاعد يقول انا تمام تمام تمام. اول ما البنت انتحرت هو قال لي انا جالي شوك لدرجه ان انا قعدت ابص حواليه وهو كان قاعد لوحده في المكتب. ايوه احنا قال انا وقعت من على الكرسي تقريبا، اللي هو هي هو خلاص يعني هو في حاجه في ايه فهو اصلا ده كان جزء، هو كان قرار. ده كان قرار طبعا. اوكي. وانا كنت عايزه دايما الناس وهي بتتفرج يجي لها الاحساس ده ان احنا ماشيين مع البنت وبعدين شكرا مفيش بنت خلاص بكمل كمل مع اختها. بس يعني قرار جريء. قرار جريء من السيناريو، هو ده قرار من السيناريو. وحتى لما كنا بنقدم على فاندز في الفيلم في الاول كان دايما ده مسار مناقشه، اللي هو طب ليه، طب ما يبقى فلاش باكات، طب عارفه. وانا اصلا لا انا ما كنتش ما بحبش الفلاش باكات ومش عايزه ابني الفيلم على كده وانا كان عاجبني الشوك بتاعت ان البنت بتنتحر في نص الفيلم والبطله بتتغير. وهو ده بالنسبه لي هو ده حكي الفيلم بتاع الفيلم بالظبط، هو ده البلوت بتاع الفيلم. اوكي. طيب سؤال تاني، هو عامة انت جريئة اصلا في حياتك؟ يعني فكرة ان سعاد نفسها دي محتاجة حد جريء قوي. والله مش عارفه انا بفتكر نفسي بفتكر ان انا شخص خجول، وانا انتروفيرت. بس انا كل الناس اللي حواليا بتبقى شايفه ان انا جريئه، بس انا ببقى فاكره ان انا عادي. بس يعني القرار اصلا ان انت تعملي فيلم زي سعاد بفكرته، بفكرة ان انت ما استعنتيش باي ممثلين، ان انت تخرجي بره القاهرة، كل يعني اي حاجة سهلة انت ما عرفتهاش. هو قرارات راديكالية يلا بقى يلا كلها يعني القرار الواحد مرعب، انت خدتي 3-4 كلهم مرعبين. بس انا ما كنتش حاسه. اوكي. يعني كنت حاسه ان انت حسيتي ان انت عايز تلعبي. وحسيت ان هو ده الفيلم. يعني انا طول الوقت لما كنت افكر في الفيلم ده عمري ما كنت قادره اشوفه ان انا هجيب ممثلين محترفين يعملوا ده. مش هيطلع الفيلم ده. أوكي. يعني حتى في الادوار الثانويه الاب والام والخال، وحتى في الناس اللي اصلا في الشارع او الراجل اللي بيقطع تذكره الطياره مفيش حد. لا هم مش ممثلين اصلا. الست اللي هي في الشارع بتبيع دي هي ست فعلا في الشارع بتبيع. يعني هم جابوا لي ممثله يومها والست جت وانا ما يعني لا. اول ما نزلنا كده في الست بتاعت الخضار دي قاعده، فانا قعدت اتكلم معاها كده حسيتها ظريفه، قلت لها تصوري معانا، قالت لي تمام. عامة هي سكر لذيذه جدا لذيذه جدا. هي فهمت اصلا انا عايزه ايه وعملته واديتهولك. وانا وكنتش حاسه ان في ان لو هجت ممثله بتعمل ادوار صغيره بتعمل الدور ده هتعمل حاجات محفوظه بشكل معين. هي الست ما عملتش كده، هي باعت زي ما بتعمل كل يوم. فمنى ردت عليها زي ما هي بتشتري خضار. فبقى في بالظبط في انكاونتر كده حصل. اوكي. طب انت ما خفتيش في اي وقت من الحاجات دي؟ يعني انت عامه ما بتخافيش الحاجه تقع، ما بتخافيش الحاجه مش عارفه ما تكملش؟ لا يعني كنت حاسه والله ان شاء الله خير. اوكي. يعني كان في كده احساس ان شاء الله خير. انا سمعتها منك كذا مره الموضوع الاللاوي ده انت بتعتمدي عليه؟ يعني بحس ان انا بثق في حدسي. بس انا بقعد اشتغل فكره كتير يعني. لا انت بحضر كتير، بس هو اكشلي بحضر كتير قوي قوي قوي، بس في اللحظه بسيب الدنيا. القرار هيتاخد الدنيا هتمشي. اوكي. يعني مثلا انا عملت معاهم بروفات 5 شهور، بعد ال5 شهور اللحظه اللي احنا بنصور فيها انا بثق فيها اكتر ما بثق فيا. لان هي عرفت. خلاص هي عارفه الكاركتر. فانا انا دلوقتي مش هتدخل، انا عايزاكي تعملي اللي انت حاساه. فبس
هل انت عارفه ان انت يعني في الكارير بتاع الاخراج ده انت حد جامد قوي، حد ربنا مختلف يخليك. قوي، يعني ما حدش في الايام الناس دي بتخاف مني لا ما حدش ما في الايام دي بيشوفوني. ما حدش في الايام دي بياخد قرار ان هو يشتغل على يعني element زي شريط الصوت بشهور. ما حدش بياخد القرار بتاع ان انا هجيب واحد مونتير او يعمل لي المونتاج الفيلم اول مره يشتغل بره القاهره. من 21 سنة. بالظبط. انت عارفه ان انت يعني بتبقي حاسه بده ولا؟ بص يعني مش عارفة انا عارف اكيد مش هتشكري في نفسك، يعني بس هو الحقيقي والله فعلا نفسي أشكرك. بس يعني انا بحس ان انا I know that I'm probably different، بس عشان انا بحب اجرب. انا عارفه ان انا بحب اجرب بجد يعني الكارير يعني حتى لغايه دلوقتي اي حد بيبص له مين هو ده؟ مين دول؟ كل الناس يعني استحاله يطلع من شخص واحد. يعني لو لسه فيلا حد بيقول لي 69 كده. وسعاد وآل شنب وسابع جار الاربعه مستحيل وفي يعني. دوكيومنتريز وفي افلام يعني راجلها برضو وربيعه اللي ربيع اشتغل 89 89 مع وسام سليمان، يعني كلهم غراب عن بعض. يعني ان هو يطلع من عقل هم على فكره فيهم حاجات كومن، فيهم روح وكلهم فيهم الحياه العاديه، فيهم الرغي العادي والكلام بالظبط العادي. بالظبط. بس هم يعني بس انا زي ما قلت ليوسف انا اصلا شخص عندي طول بحب فعلا انا حاجات كاتبها كتير. بالظبط، انا اتبسطت وانا قوي من الجمله دي. شايفه ان ليه بتحجمني وتقولي لا تعملي كذا. يعني انا بعد ما عملت سعيد على طول بقى يلا بقى عشان الارت هاوس الجاي. ليه؟ صح. يعني مين قال ان اولا كنت حاسه ان انا يعني انا دلوقتي عايزه اعمل ارت هاوس، بس هي الفكره انا ساعتها كنت حاسه ان انا ما عنديش حاجه اقولها هنا دلوقتي. فانت هتزقني عشان اعمل حاجه عشان اكيتر لفكره ان انا اروح مهرجان واكمل بس مش عايزه حد يرسم لك الطريق. ما هو بالظبط. يعني هو كمان انا بحس ساعتها ان انا بتزق ان انا اعمل حاجه انا مش حاساها اصلا دلوقتي قوي. يعني مش هو ده اللي انا فعلا حاسه ان انا عايزه اعمله. فانت في الاخر ما هي بقت زيها زي الكوميرشال. طب وبعدين يعني ما انا اصلا مش ده اللي انا عايزه اعمله. يعني انا حاسه ان انا عايزه اجرب هنا وبجرب واشوف. طب اتعلمت حاجات تعالى اعمل هنا يعني اتس اوكي. يعني انا بس بحس ان الناس بتخاف، ودايما بحس ان في كده توتر ما بخش المكان واخش ليه. بس اللي هو عشان هتعملي ايه بس انا بحس كمان ان الناس في ناحيه الكوميرشال بيحسوا ان انا ارت هاوس، والناس اللي في الارت هاوس بيحسوا ان انا كوميرشال. فانا طول الوقت بحس ان انا لا منتميه الى العالمين. بعرف اعمل ده وبعرف اعمل يعني وحقي سيبوني يا جماعه يعني اوكي. سؤال عامة، انت زي ما كنا بنقول انت الكارير بتاعك مختلف خالص. ففيلا 69 لغايه دلوقتي الناس بتقعد تتكلم عليه وتجيب كادرات وتجيب مشاهد وتحط عليها اغاني بنبسط قوي لغايه دلوقتي. يعني احنا فات تقريبا كام سنه عليه؟ 11 سنه ولغايه دلوقتي تحسي كل شهر في حد بيعمل فيديو عن لازم. تمام. فهو لسه عايش وخد يعني قبول نقدي رهيب. سعاد وصل كانوا برلين ووصل لكل المهرجانات، وسبع جار نجح جماهيريا جدا جدا. قال شنب انا يعني جمعت كل النجوم دي ودخلت بقى السوق. فالاربعه نجاحات مختلفه، كل واحد ليه طعمه في نجاح. ايه اكتر حاجه انت حبيتيها؟ يعني وانا بعملها لا بعدها يعني لما حاجه نجحت حبيتي حاجه نجحت لا انا ما بتفرقش معايا لما بعدها. انا بحس وانا بعملها هي بتفرق. طب ايه فيهم اللي في الاربعه وانت بتعمليه حسيتي ان انت مبسوطه؟ سعيد طبعا. اوكي. وحسيتي ان انت بتعملي حاجه جديده، حاجه اسمها حرة. اوكي. يعني خلي بالك ان سعيد معمول بره اطار صناعه السينما في مصر كلها بيبقى فيها المستقل. فهو اصلا انا بصراحه من اللي بسمعه منك انا ما سمعتش عن فيلم اتعمل بالشكل ده او بالطريقه دي خالص. يمكن في تجارب زمان انا ما اعرفهاش، بس ما اعرفش بس انا عارفه ان يعني خيري هو كان شبه خيري بصراحه بالفيلم قوي. هو كان جالي الاديتنج لان انا قلت له ان انا عايزاه في المونتاج، عايزه اتكلم معاه في المونتاج. وهو حب الفيلم قوي. وانا كان بالنسبه لي خيري وجوده مهم عشان هو من الناس اللي انا بديلهم الفيلم، ولان دي نوع السينما اللي انا بحاول اعملها ساعات. ف انا يعني اللي بسطني في الصعيد وانا بعمله هي فكره ان انا جربت للاخر. يعني جربت الشيء للاخر. يعني يعني انا ساعات كنت بحس ان انا بيبقى في لحظات بحس ان انا
restricted في ان انا اجرب في قد ايه، لان انا ببقى عايزه اجرب قوي، والناس بتبقى مقلقه شويه. ده جدي فانا ده جبت اخره في اللي انا كنت عايزه اعمله يعني. فاللي هو انا جربت حتى الايه يعني، حتى فعلا تشريط الصوت قعدت عليه لحد اللي هو اعمله كده. فهي التصوير نفسه برضه كله مبسوطه قوي بالتصوير، مبسوطه قوي. على فكره ظروف التصوير كانت صعبه. اكيد طب اكيد. واحنا اصلا لو بادجت وقاعدين في اماكن مش اللي هو بتاع، اصلا في ممثلين كانوا بيجوا يباتوا معايا في الاوضه كانت قاسيه جدا. بس هو كان فن يعني. اصلا هقول لك، احنا مثلا في ساعات واحنا بنصور في الزقازيق العماره اللي كنا بنصور فيها، واحنا بنصور العاده، احنا كنا جايبين مجاميع. بس اكشلي في ناس من العماره احنا اتعرفنا عليهم وهم لا استنوا، احنا استلفنا منهم ملايات اصلا وحاجات كده للفيلم، لان مهندسه الديكور ما كانتش مقتنعه باللي هم يعني. المهم فهي بدات تروح للجيران وتاخد منهم ملايات واكياس مكدات وتصاحبت عليهم وكده. وبعدين قال لهم احنا بنصور عاده، طب ما مش عارفه، في ناس منهم نزلوا ولبسوا اسود ودخلوا معايا وهم جيران يعني. فهي as an experience انا بصور بناس نازلالي جيران ما يعرفوا عمرهم ما وقفوا قدام كاميرا السينما. الزقازيق دي اصلا ما بينزلهاش كاميرا السينما من اساسه، هم اصلا مش عارفين، هم مش عارفين ان في تصوير يعني. فهم نزلوا ايه، طب بنعمل ايه، طب الكاميرا هنا وبس ما تبصيش للكاميرا، وهنعمل ايه زي عسل. وفي بنت توفت وسامي دخلوا بقى يعني، دخلوا وعيطوا وسلموا وعملوا كل حاجه عادي يعني، وطبطبوا ودخلها الحمام يعني، عملوا كل الحاجات. تجربه عمليه. ما انا بالنسبه لي بقى الاحساس ده بتاع ان انت منزل ناس ما بتعملش الشغلانه دي اصلا ولا ليها علاقه بالموضوع، بس هي كيوريوس وعايزه تخش تعمل معاك حاجه، ده ظريف. اوكي. في الإهداء انت اهديتي خالي وخالد شارة وعاطف الطيب ورأفت الميهي وداود عبد الفتاح. الخمسه دول انا عارف ان هم اكيد فتره الثمانينات بالظبط يعني، هم اللي كانوا بيليدوا في الدنيا دي. مين اكتر واحد كان اقرب لك شبهي؟ انا عارف ان انت بتحبي خالد قوي. طبعا. وميكالي برضه خالد شارة. علاقتي بيهم طبعا كانت قريبه، وعلاقتي بحان قريبه قوي قوي. بس كمان علاقتي قريبه براء. انا عارف استاذ رأفت كان صاحب اخويا اصلا. اوكي. وكان بيدرس له كتابه. انا اخويا كان بيكتب حلو قوي بس هو مش في السينما، بس هو كان بيكتب حلو قوي، كان بيحبه هو قوي وجه خطوبته، فانا اتعرفت عليه وبقينا صحاب و بحبه جدا. هو اصلا راجل عظيم وما خدش حقه. بحبه جدا. وبعدين ما كنتش اخرجت خالص ورحت قعدت معاه وكنت بقول له انا بعمل ريسيرش. ساعتها كنت بعمل حاجه عن مديحه كامل، كنت بحاول كنت بدرس سينما، وقالوا لنا تعملوا فيلم وثائقي عن شخصيه فنيه راحله، فانا قلت عايزه اعمل مع مديحه كامل. فاخويا قال لي على فكره سيد رأفت كان صاحب مديحه قوي، فرحت. فالمهم وقعدنا بقى ورغينا ورحت كذا مره اصلا ونطلت وبتاع. وبعدين فكنا قاعدين بنتكلم. فهو قال لي مش عارفه ايه لما تعملي افلام بقى وكده. فقلت له انا يعني ساعتها اصلا مش شاطره بنت، وقلت له مش متاكده ان اعمل افلام. قال لي لا تعملي. قلت له بجد؟ قال لي بيبان. فانا اصلا هو لما قال لي كده هو اداني ثقه ان انا ممكن اعمل كده يعني. كنت ساعتها حته بعيده خالص. فانا بحب رأفت قوي. طب انت يعني برضو كذا مره قلت ان انت اشتغلتي مع محمد خان في تحضير حاجات كتير. ما اتعملتش 3 افلام. عندي فضول بقى رهيب، ممكن اي تفصيل عن اي فيلم من الثلاثه؟ اشتغلت في نسمة مهب الريح. ده ايه طيب؟ كان فيلم كانت ساعتها غادة عادل هي اللي هتعمله. ده كان قبل في شرق مصر الجديدة ولا بعد على طول 2008. وحضرنا بس الفيلم ما اتعملش. وبعدين اشتغلت معاه في ستانلي. ستانلي كان ساعتها خالد صالح هو اللي هيعمله. كان حلو جدا، سيناريو كان حلو جدا. خالد صالح كان حلو قوي. ورحنا حاجات انتاجيه البادجت وكده. رحنا صورنا، رحنا حضرنا في اسكندريه كتير قوي. وبعدين الثالث كان فيلم كده اسمه المسطول والقنبله، بس ده ما لحقناش بقى نحضر يعني. فاكره ان احنا قرينا وابتدينا نفرغ وبتاع وبعدين وقف. اوكي. بس اكيد كانت تجربه جدا. بص بقول لك انا يعني بس هو خالد كان بيعمل حاجه ظريفه قوي. اولا هو ما كانش عنده حته استاذيه خالص، فتحس ان انت نازل مع حد صاحبك كده عادي. وبعدين هو خالد بتتعلم منه وانت قاعد معاه
هو مفيش استاذيه، يعني هو مش بيقعد يشرح لك انا بعمل كذا او انا بقول كذا او انا بقول، يعني انت بتفهم وانت معاه وهو بيفكر في الحاجات ازاي. وبعدين على فكره يعني انا ساعات في مشهد كده كنت مصوراه في حلقه السمك، في شوط كده هم ماشيين في ايوه حلقه السمك الحته دي احنا عيناها مع خالي في وقت ستانلي، وكانت عجباني جدا وكنت مصوراها لسه فاكراها. ولسه فاكراها. وكان فيها شقه انا فاكراها رحنا عيناها قدام حلقه السمك كنا نصور فيها. وبعدين الفيلم ما اتعملش، بس هي فضلت في ذهني. ولما جيت اعمل صعيد رحت صورت، يعني دورت على الشارع ورحت صورت فيه. حلو قوي. فمتشكر جدا بجد و ميرسي بجد. ميرسي شكرا جدا. ليك.